السلام عليكم متابعي قناة سبورت الكرام في نشرة رياضية جديدة تأتيكم كل يوم عن أخبار الدوري العراقي وأخبار رياضية أخرى تجدونها كل يوم عن المنتخب العراقي واللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية. لكن نتمنى دعم الفيديو بلايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. متابعينا الكرام، إليكم جدول مباريات الدوري العراقي للموسم 2020-2021. الجولة الأولى يلتقي الميناء مع الحدود، نفط الوسط مع السماوة، القوة الجوية مع الكهرباء، الديوانية مع النجف، الطلبة مع نفط الجنوب، القاسم مع نفط ميسان، النفط مع الصناعات الكهربائية، زاخو مع الكرخ، الشرطة مع الزوراء في مباراة القمة، أمانة بغداد مع أربيل. أما في الجولة الثانية السماوة مع الميناء، الكهرباء مع الحدود، النجف مع نفط الوسط، نفط الجنوب مع القوة الجوية، نفط ميسان مع الديوانية، الصناعات الكهربائية مع الطلبة، الكرخ مع القاسم، الزوراء مع النفط، أربيل مع زاخو، الشرطة مع أمانة بغداد. الجولة الثالثة الميناء مع الكهرباء، السماوة مع النجف، الحدود مع نفط الجنوب، نفط الوسط مع نفط ميسان، القوة الجوية مع الصناعات الكهربائية، الديوانية مع الكرخ، الطلبة مع الزوراء، القاسم مع أربيل، النفط مع أمانة بغداد، زاخو مع الشرطة. أما في الجولة الرابعة النجف مع الميناء، الكهرباء مع نفط الجنوب، نفط ميسان مع السماوة، الصناعات الكهربائية مع الحدود، الكرخ مع نفط الوسط، الزوراء مع القوة الجوية، أربيل مع الديوانية، أمانة بغداد مع الطلبة، الشرطة مع القاسم، زاخو مع النفط. أما في الجولة الخامسة نفط الجنوب مع الميناء، النجف مع نفط الوسط، الكهرباء مع الصناعات الكهربائية، السماوة مع الكرخ، الحدود مع الزوراء، نفط الوسط مع أربيل، القوة الجوية مع أمانة بغداد، الديوانية مع الشرطة، الطلبة مع زاخو، القاسم مع النفط. أما في الجولة السادسة الميناء مع نفط ميسان، صناعات الكهربائية نفط الجنوب، الكرخ مع النجف، الزوراء مع الكهرباء، أربيل مع السماوة، أمانة بغداد مع الحدود، الشرطة مع نفط الوسط، زاخو مع القوة الجوية، النفط مع الديوانية، الطلبة مع القاسم. أما في الجولة السابعة الصناعات الكهربائية مع الميناء، نفط ميسان مع الكرخ، نفط الجنوب مع الزوراء، النجف مع أربيل، الكهرباء مع أمانة بغداد، السماوة مع الشرطة، الحدود مع زاخو، نفط الوسط مع النفط، القوة الجوية مع القاسم، الديوانية مع الطلبة. الجولة الثامنة الميناء مع الكرخ، الزوراء مع الصناعات الكهربائية، أربيل مع نفط ميسان، أمانة بغداد مع نفط الجنوب، الشرطة مع النجف، زاخو مع الكهرباء، النفط مع السماوة، القاسم مع الحدود، والطلبة مع نفط الوسط، والديوانية مع القوة الجوية. أما في الجولة التاسعة الميناء مع الزوراء، الكرخ مع أربيل، الصناعات الكهربائية مع أمانة بغداد، نفط ميسان مع الشرطة، نفط الجنوب مع زاخو، النجف مع النفط، الكهرباء مع القاسم، السماوة مع الطلبة، الحدود مع الديوانية، نفط الوسط مع القوة الجوية. أما في الجولة العاشرة أربيل مع الميناء، أمانة بغداد مع الزوراء، الشرطة مع الكرخ، زاخو مع الصناعات الكهربائية، النفط مع نفط ميسان، القاسم مع نفط الجنوب، الطلبة مع النجف، الديوانية مع الكهرباء، القوة الجوية مع السماوة، الحدود مع نفط الوسط. أما في الجولة الحادية عشر الميناء مع أمانة بغداد، أربيل مع الشرطة، الزوراء مع زاخو، الكرخ مع النفط، نفط ميسان مع الطلبة، الصناعات الكهربائية مع القاسم، نفط الجنوب مع الديوانية، النجف مع القوة الجوية، الكهرباء مع نفط الوسط، السماوة مع الحدود. أما في الجولة الثانية عشر الشرطة مع الميناء، أمانة بغداد مع زاخو، النفط مع أربيل، القاسم مع الزوراء، الطلبة مع الكرخ، الديوانية مع الصناعات الكهربائية، القوة الجوية مع نفط ميسان، نفط الوسط مع نفط الجنوب، الحدود مع النجف، والسماوة مع الكهرباء. أما في الجولة الثالثة عشر زاخو مع الميناء، النفط مع الشرطة، القاسم مع أمانة بغداد، أربيل مع الطلبة، الزوراء مع الديوانية، الكرخ مع القوة الجوية،
الصناعات الكهربائية مع نفط الوسط، نفط ميسان مع الحدود، نفط الجنوب مع السماوة، النجف مع الكهرباء. أما في الجولة الرابعة عشر الميناء مع النفط، زاخو مع القاسم، الطلبة مع الشرطة، أمانة بغداد مع الديوانية، القوة الجوية مع أربيل، نفط الوسط مع الزوراء، الحدود مع الكرخ، السماوة مع الصناعات الكهربائية، الكهرباء مع نفط ميسان، نفط الجنوب مع النجف. أما في الجولة الخامسة عشر القاسم مع الميناء، النفط مع الطلبة، الديوانية مع زاخو، الشرطة مع القوة الجوية، أمانة بغداد مع نفط الوسط، أربيل مع الحدود، الزوراء مع السماوة، الكرخ مع الكهرباء، الصناعات الكهربائية مع النجف، نفط ميسان مع نفط الجنوب. أما في الجولة السادسة عشر الميناء مع الطلبة، والقاسم مع الديوانية، القوة الجوية مع النفط، زاخو مع نفط الوسط، الحدود مع الشرطة، السماوة مع أمانة بغداد، الكهرباء مع أربيل، النجف مع الزوراء، نفط الجنوب مع الكرخ، صناعة الكهربائية مع نفط ميسان. أما في الجولة السابعة عشر الميناء مع الديوانية، الطلبة مع القوة الجوية، نفط الوسط مع القاسم، النفط مع الحدود، زاخو مع السماوة، الشرطة مع الكهرباء، أمانة بغداد مع النجف، أربيل مع نفط الجنوب، الزوراء مع نفط ميسان، الكرخ مع الصناعات الكهربائية. أما في الجولة الثامنة عشر القوة الجوية مع الميناء، الديوانية مع نفط الوسط، الحدود مع الطلبة، السماوة مع القاسم، الكهرباء مع النفط، النجف مع زاخو، نفط الجنوب مع الشرطة، نفط ميسان مع أمانة بغداد، صناعة الكهربائية مع أربيل، والكرخ مع الزوراء. أما في الجولة التاسعة عشر نفط الوسط مع الميناء، القوة الجوية مع الحدود، الديوانية مع السماوة، الطلبة مع الكهرباء، القاسم مع النجف، النفط مع نفط الجنوب، نفط ميسان مع زاخو، الشرطة مع الصناعات الكهربائية، أمانة بغداد مع الكرخ، والزوراء مع أربيل. أما عن شعار الدوري العراقي الممتاز من تصميم شركة برو، حيث يعبر الشعار الذي تم الإعلان عنه خلال مراسم سحب قرعة الدوري العراقي الممتاز عن الحداثة والبساطة، وسيكون سهل التمييز من خلال التصميم الحديث الذي يوحي للمسابقة الأولى في العراق. وتألف شعار الدوري العراقي من ألوان العلم العراقي وخارطة العراق، مجموعة على شكل كرة القدم لتشكل رمزية المسابقة بما يتطابق مع فكرة الدوري بالتصميم الذي تم تصميمه من قبل شركة برو للخدمات والتسويق الرياضي. وسيتم اعتماد الشعار في لوائح ورزنامة المسابقة لموسم 2020-2021، كما سيتم إبلاغ الأندية بطبع الشعار على قميص فرقها خلال مباريات الدوري العراقي الممتاز. متابعينا الكرام، في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.